تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني بمسرجين كتيبة الثانية برفقة ممثلي مديرية التجارة وممثلي لجنة الصحة وبحضور فرقة حماية البيئة من مداهمة ورشة سرية بالمنطقة الصناعية بمسرجين كان يتم بداخلها إنتاج وتعليب مواد استهلاكية ومشروبات غير غازية. وعلى إثر العملية تم حجز آلتين للتحميص ومعدات تستعمل للتوضيب وإنتاج الشيبس وكمية معتبرة من الفول السوداني منتهي الصلاحية ومحجوزات أخرى. التغطية للزميل شرقي يوسف. بناء على معلومات واردة إلى فرقة الدرك الوطني بمسرجين كتيبة السينيا والتي تفيد بوجود ورشة سرية لإنتاج وتعليب مواد استهلاكية ومشروبات غير غازية، وبعد التحقق من المعلومة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية تمت مداهمة هذه الورشة الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بمسرجين برفقة ممثلين عن مديرية التجارة وممثلين عن لجنة الصحة وبحضور فرقة حماية البيئة. بعد مراقبة وتفتيش الورشة تمت معاينة وحجز ما يلي: آلتين للتحميص، معدات تستعمل للتوظيف وإنشاء مادة الشيبس، بالإضافة إلى معاينة كمية معتبرة من الفول السوداني المحمص والمعلب منتهي الصلاحية، مشروبات غير غازية منتهية الصلاحية، 25 كيس من الذرة المنفوخة، 55 وحدة بيج 04 منتهية الصلاحية، 41 كيس من مادة المايس، 425 قارورة من نبراس شربات بكل السعات، بحيث رفعت ضد صاحب الورشة المخالفات التالية: جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان مخصصة للاستهلاك، جنحة محاولة خداع المستهلك، جنحة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، جنحة عدم امتلاك رخصة منشأة مصنفة. تم إنجاز ملف القضية وتقديم المعني أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة السينيا.